احمد فتوح لاعب نادي الزمالك طلع لعيب صايع، سلم الوكيل بتاعه المرتضى منصور تسليم اهالي. اعرف معايا ايه اللي حصل. احمد يحيى ويحيى علي ما نفس وكيل مصطفى محمد، مصطفى فتحي، امام عاشور. ايه اللي حصل ما بينهم؟ اتكلم معاه وقال له احنا جايبين لك عقد احتراف كبير بره ولازم تطلع، انت سنك دلوقتي صغير ودي الفرصه المهمه. نفس الكلام اللي ضحكوا بيه على مصطفى محمد وضحكوا بيه ايضا على امام عاشور. احمد فتوح شغل دماغه، زملكاوي ابا عن جده من بيت زملكاوي، عمل ايه؟ شغل دماغه، سجل المكالمه كلها لوكيله وقام جه مسلمها تسليم اهالي لمرتضى منصور. ليه احمد عمل الحركه ديت؟ وعارف ان الاثنين وكلاء لاعبين دولت امير مرتضى بيعتمد عليهم بشكل اساسي في الصفقات، عايز يبين للمستشار مرتضى منصور فهو بقى امير. الناس ديت ما بقتش تنفع، الناس دي ما بتدورش الا على مصلحتها وبرضك بتدور على مصلحه النادي المنافس. الاثنين وكلاء اللاعبين دولت هدفهم كله اللي هم يطلعوا نجوم الزمالك من نادي الزمالك للاحتراف بره، بغض النظر بقى عرفوا يرجعوهم تاني النادي الاهلي، عرفوا ما عرفوش يرجعوهم تاني او محترفوا او كده، قدروا اللي هم يضعفوا فريق الكوره بنادي الزمالك. وخلي في علمكم نفس الاثنين وكلاء اللاعبين دولت هم اللي كانوا جايبين العروض برضك لزيزو. الناس اللي كانت بتفاجئ ليه لعيبه الزمالك بالذات هم اللي بيجي لهم عروض. هنا يا جماعه في تشغيل دماغ، بعض وكلاء اللاعبين بيشغلوا دماغهم. مين النجوم؟ في نادي الزمالك لقوا نضعفهم، لعبوا في دماغ امام عاشور، قبليها لعبوا في دماغ مصطفى محمد. احمد فتوح ضارب كرسي في الكلوب وقام جه مسلمهم تسليم اهالي لمرتضى منصور. يا ريت المستشار مرتضى منصور. ايه اللي حصل بقى؟ مرتضى منصور كده ركز مع الاثنين دولت وقام بطردهم ومنع التعامل معهم داخل نادي الزمالك ابرام اي صفقات. لا، صايع فتوح.